السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. طولت عليكم في الغيبة بس يعني معلش، ظروف بقى بتطرق كده على الواحد، وساعات كده الواحد يعني بيبقى مزاجه مش رايق. بس بقى راجعلكم فيديو جامد جدا هينفعنا اوي في الشتا، هتدفينا ونشتري الطبق بقات كده من بره ومفهوش حبتين. طب ما يلا بينا هنعملهم في البيت. هي شوية دي وشوية خميرة وهوب هنعمل أحلى زلابية النهاردة. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير سهلة قوي. يلا بينا. عندي حبايبي زي ما انتم شايفين كده، انا كنت بقى عند اختي كده وقالت لي ايه هعمل لك حاجه كده ايه محليه تدفينا في الشتاء، لان بيجي عليا الوقت ده بقى إيه ببقى سقعانه جدا جدا جدا، من ساعة كمان ما فقدت في الوزن وكده يعني بسقع، فمحتاجة طبعا. احنا عارفين ان السكريات بتسخن الجسم شوية. انا جبت كوبايتين بس من الدقيق وحطيت عليهم رشة ملح خفيفة جدا، وحطيت معلقة كبيرة من الخميرة الفورية بس ما تكونش مليانة، معلقة ممسوحة كبيرة من بتاعة الأكل من الخميرة الفورية. دول للكوبايتين دي، لو ضعفتي الكمية حطي معلقة مليانة على الآخر أو الكيس يعني، ما هي معلقة مليانة اللي هي الكيس كامل. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. و التركة بقى هنا المعلقة دي اللي هتغير طعم الزلابية وقوامها ولونها خطيرة. حطيت معلقتين من الكاسترد الباودر، اللي هو الكاسترد الفانيليا العادي اللي احنا بنستخدمه بدل النشا. بجد بيديها لون حلو قوي وهشاشة، وفي نفس الوقت مش بينشفها جامد. فحطيت معلقتين على الكوبايتين، طبعا زي ما قلتلكوا بتضعفوا الكمية. وحطيت بالظبط معلقتين من السكر عادي، الحبيبات بتاعتنا عادي خالص. وبدأت كده أقلب المكونات الجافة دي كلها مع بعض. طبعا مجهزة عندي مية دافية، عندك تكون دافية ما تكونش سخنة. عايزين مية دافية. قبل ما نحط المية بنحط بالظبط على الكوبايتين دي 4 معالق من الزيت، زيت الذرة. بلاش يكون زيت تموين او زيت ليه ريحة نفاذة، عشان خاطر بيبان في اي حلويات، يعني منصحش بيه ابدا. زي ما انا قلت لكم كده قعدنا نقلب كده شويه، ما رضيتش اجرلكم الفيديو عشان خاطر الزلابيه دي او لقمه القاضي. بصوا السهل الممتنع سهل قوي، بس في ناس كتير مش بتظبط معاه. هنبدأ بقى ننزل بالمية واحدة واحدة، وهقول لكم كمية المية اللي أخدتها الكوبايتين الدقيق بتوعي. أنا زي ما قلت لكم مستخدمة دقيق اللي هو متعدد الاستخدامات عادي خالص بتاع المخبوزات. بس طبعا كل واحد أو كل دقيقة كل نوعية دقيق بتختلف في شرب السوائل. فأنا عن نفسي الكوبايتين مية دول أخدوا معايا كوباية وربع، يعني المجين اللي أنا حطيتهم بتوع الدقيق أخدوا معايا مج وربع من المية الدافية. وهوريكم القوام، لازم القوام يكون تقيل حبايبي، لازم القوام يكون تقيل عشان العجينة ما تسيلش معاكي وتخرص كده وما تربطش في الزيت. لا احنا عايزينها كده ايه، لقمية خفيفة كده وحلوة، وفي نفس الوقت مش شاربة زيت وخفيفة، وهتبقى يعني بسم الله ما شاء الله. جربوها بس بالطريقة دي. واهم حاجة متنسوش تركة الكاسترد اللي قلتلكم عليها. بفضل اضرب فيها كويس قوي بالمعلقة، وبعد ما امزج الحاجات دي كلها مع بعض طبعا مش هينفع المعلقة. فبالتالي طبعا والدتي ماما ربنا يديها الصحة والعافية اللي كانت بتعمل بدأنا كده نرب العجينة كويس قوي. وانا بقول برب العجينة عشان أنا ما باعجنش، أنا بادخّل فيها فقاعات هوا زي ما أنتم شايفين كده، باغُزّها يعني أهو لغاية ما العجينة طارت معايا وبقت زي الفل. غطيتها وسِبتها بالضبط، أخدت نُص ساعة تخمير. بعد النُص ساعة زي ما أنتم شايفين بُصّوا بقت عاملة إزاي، اتضاعفت الكمية بتاعتها وبقت مِيّة، 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 مِيّة يعني. طب يالّا بينا بقى طريقة التشكيل. قعدنا بقى نحتار نشكِّل بإيه، نشكِّل بإيه. بابُص لقيت عند أختي علبة اللبن اللي بتدّيها لابنها. أكيد مش هاشكِّل بعلبة اللبن، بس جوّه علبة اللبن دي لقيت فيها المعلقة السحرية اللي
كنت بدور عليها اللي انا عايزاها فعلا قد اللقمه بالظبط، بدل ما يبدا كده ويشتغل اللي هي الايه، اللي هي الكائنات الفضائيه اللي احنا بنعملوها بايدينا. فهي دي المعلقه يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. فخدت معلقه اللبن دي غسلتها كويس، وحطيت كده بوله فيها شويه زيت ذره، وبدات كده. طيب التشكيل. انا دلوقتي قبل التشكيل اهم حاجه الزيت. انا طبعا عشان خاطر الحاجات اللي هي الطاسات عندها واسعه، فبالتالي خدنا كده زي ما انتم شايفين كده ايه، حاجه صغيره او حله صغيره، وغمرناها كده بالزيت عشان لازم الزيت يغمر العجينه بتاعتي. والزيت على درجه حراره متوسطه، الزيت على درجه حراره متوسطه زي ما انتم شايفين. انا ببل المعلقه وفي الزيت، وبعد كده احطها للعجين. بكبشها مرة واحدة، مينفعش تكبشيها مرتين، وباحطها. طبعا الأشكال الفضائية اللي كنا بنعملوها الأول دي الحمد لله ما طلعتش معانا المرة دي زي ما انتم شايفين كده. طب أنا دلوقتي ما عنديش المعلقة دي، أعمل ايه؟ خدي معلقة الشاي، ودايما حطي جنب منك بولة فيها زيت، بليها الأول كل مرة. بص ما تكسريش تقولي مثلا ايه مرتين مرتين، لأ، بليها كل مرة بنقطة زيت. وبعد كده بقى ايه، حطي على طرفها كده، ولما تكبشي مرة واحدة، يعني متاخديش مرتين. فالحاجات دي ناخد بالنا منها قوي عشان الأشباح اللي احنا بتطلع لنا مع الزلابية دي ما تطلعش تاني. الزلابية زي ما انتم شايفين حبايبي، انا عملت ايه بقى؟ انا خدت الزلابية حمرتها نص سوا، نص سوا الاول، يعني لونها بصوا ابيض اهو، وبعد كده لازم تتحمر مرتين، وبعد كده رحنا مطلعينها. دي بصوا كميتها اهي، بسم الله ما شاء الله. نسيبها تبرد خالص خالص خالص، وبعد كده تاخد بقى التحميصة التمام. يعني بصوا بسم الله ما شاء الله، كوبايتين عملوا لي قد ايه؟ يعني الطبق اللي بنجيبوها ب10 جنيه ده اللي ما فيهوش 5 6 حبات ده، لا ده انا بقى عملنا بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني نوزع العمارة كلها اهو. وبدأت بقى طحنت كوباية سكر بودر اهو، وجهزتها. احنا طبعا يعني عايزينها خفيف السكر البودر، انما عايزة تعملي سيرب ليها حطي، هي السيرب بتاعها بيكون تقيل وبارد. فهنحط كوبايتين سكر على كوباية ونص مية وعصرة ليمون، يغلوا كده بالظبط مدة 10 دقايق، نطفي عليهم. لازم تبقى بارد، هي سخنة هو بارد عشان تفضل محافظة على القرمشة. بصوا بقى اللون الجميل التحفة ده، شايفين بقى إيه؟ يعني الكور الحلوة اللي احنا عاملينها دي، يا اخواتي على الكور وجمالها، الصراحة كانت تحفة. كانت كريسبي قوي كده من بره، ومن جوه هشة وطرية وجميلة وفيها فراغات، وكانت روعة. متنسونيش لايك وشير وسبسكرايب، غرقيها سكر عشان تحلي حياتك يا سكر. والسلام عليكم ورحمة الله.